الضيوف الكرام، الأخوات والإخوة أعضاء منتدى البحرين الإبداعي، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. من منتدى البحرين أرحب بكم جميعا هذا المساء، ويتجدد لقاءنا بكم عبر الأثير. هذه الليلة سنكون مع ندوة لمناقشة رواية القصر للروائية أسماء الزرعوني، يتحدث فيها كل من الدكتورة رائدة العامري والشاعرة والكاتبة عائشة العولقي. بداية أسلم المنصة لرئيس المنتدى أستاذ عبد الحميد ليقدم كلمة ترحيبية. تفضل أستاذ عبد الحميد. شكرا أستاذة منار. والله آسف، أنا ما أدري إيش صار في صورتي. يعني مو قادر أضبطها، فالآن بخليها على الصورة فقط. مساء الخير جميعا، ومرحبا بكم في منتدى البحرين الإبداعي في هذه الليلة التي نتوقع أن تكون ليلة جميلة مع رواية رائعة. أنا قريته واستمتعت فيه فعلا. يعني أنا يمكن قريته قراءة واحدة، يعني في عدة ساعات. جدا جميلة، ونتمنى كل التوفيق للأستاذة أسماء على هذا الإبداع الدائم والمستمر. تفضلي أستاذة منار، الآن ممكن نبدأ الجلسة. شكرا لك أستاذ عبد الحميد. القصر لأسماء الزرعوني: المرأة تحبس بين جدران تقاليد صارمة وقلب يبحث عن الحرية. ما قصة هذا القصر الذي يكبل الأرواح؟ ما سر البحر الذي يهمس بالتحرر؟ رواية تضعنا أمام صراع داخلي وخارجي يعكس واقعنا. هل نحن مستعدون لفتح الباب؟ قبل ذلك دعونا نتعرف على المؤلفة والمتحدثة الأولى من خلال سيرتيهما مختصرتين. أسماء الزرعوني هي واحدة من أبرز الأسماء النسائية في المشهد الأدبي الإماراتي والخليجي. ولدت في الشارقة وتمكنت عبر مسيرة طويلة من ترسيخ مكانتها ككاتبة وروائية، وخاصة تميزت بإسهاماتها في أدب الكبار والأطفال على حد سواء. بدأت رحلتها مع الكتابة في زمن لم يكن فيه من السهل على المرأة أن ترفع صوتها بالقلم، فنشرت لها أولى نصوصها تحت اسم مستعار، ثم انطلقت أول قصة باسمها الحقيقي عام 1988 بعنوان عندما يجف النبع. حصلت على بكالوريوس في التربية ودبلوم تأهيل تربوي تخصص مكتبات، ودمجت بين العمل التربوي والثقافي، فكانت من أوائل النساء اللواتي صنعن حضوراً أدبياً مؤثراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. شغلت مناصب ثقافية بارزة، منها نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، رئيس أمانة ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، عضو مؤسس في رابطة أديبات الإمارات، وعضو في عدة اتحادات وهيئات ثقافية عربية. في رصيدها الأدبي روايات شارع المحاكم، لا تقتلني مرتين، الجسد الراحل، عفراء، وغيرها. قصص قصيرة: همس الشواطئ، هذا المساء لنا. في أدب الطفل مرزوق ومزنة، أحمد والسمكة، العصفورة والوطن، وغيرها من القصص التعليمية. حصدت العديد من الجوائز، ومن أبرزها جائزة أفضل كاتب محلي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، جائزة الشرف من دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة لأدب الطفل. في كتاباتها تميل الزرعوني إلى اللغة الإنسانية البسيطة العميقة، وترى في البحر والزحام مصدر إلهامها، حيث تصف نفسها بأنها تكتب من قلب الحياة لا من برج عاجي. عفوا. الدكتورة رائدة العامري ناقدة وأكاديمية عراقية متخصصة في الأدب الحديث ونقده، حاصلة على درجة الدكتوراه، وتتميز بنشاطها البارز في المجال الأكاديمي والنقدي. تكتب في صحف ومجلات محلية وعربية، وتعرف بقدرتها على تبسيط اللغة النقدية لتكون أقرب إلى القارئ العام. خبراتها والمناصب
بعضا منها أستاذة جامعية في جامعة بابل وحاصلة على لقب الأستاذ المميز، رئيسة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه، مهتمة بتحليل إسهامات النقاد العرب لا سيما عبد الله الغدامي في تطوير الثقافة العربية. إصداراتها كتاب تجليات النصوص في التحليل النقدي، مؤلفات متعددة في مجال الأدب والنقد. بعض من نشاطاتها ناقدة، كاتبة، ومحاضرة في الفعاليات الأكاديمية. وشكرا. هذه سيرة مختصرة للدكتورة رائدة. وللأستاذة أسماء، تفضلي دكتورة رائدة، لك المنصة. أهلا وسهلا بك. جزيلا أستاذة منال لهذا الموجز المميز جدا. مساء الخير للجميع. الشكر الجزيل إلى منتدى البحرين الثقافي الإبداعي. أضفت وثيمة الثقافي لأن هذا المنتدى يستحق أن يكون المنتدى الثقافي الإبداعي. وإلى الأستاذ عبد الحميد القائد وللأستاذة العزيزة منال السماك لهذه الاستضافة المائزة. ونحن نتحاور في رواية مهمة تحمل رؤى ثقافية، اجتماعية، رمزية، وواقعية أحيانا. رواية القصر للكاتبة أسماء الزرعوني تدور حول شخصية ورد، وهي امرأة مثقفة وأكاديمية تعيش صراعا داخليا عميقا بين ماضيها وواقعها، بين أحلامها المقموعة والقيود الاجتماعية التي تكبلها. ورد امرأة عاشت حياتها في قمع نفسي واجتماعي داخل قصر زوجها المتسلط، فبدأت رحلة بوح وعلاج نفسي تسترجع من خلالها طفولتها ومآسيها، وتتحول من امرأة مسحوقة إلى امرأة تتلمس طريقها نحو الحرية والاستقلال النفسي في مواجهة مجتمع محافظ وقيد أسرة. هي دراسة طويلة تتجاوز 31 صحيفة، لكن أحاول أن أختصر بسبب الوقت المحدد. دراستي تحت عنوان الأنا المفرد والآخر المتعدد، دراسة تفكيكية في رواية القصر لأسماء الزعروني. تنتمي رواية القصر لأسماء الزعروني ميدانا بحثيا في القراءة النقدية إلى ما يصطلح عليه النوفيلا أو الرواية القصيدة، لكن بفضائها السردي على مستوى عناصر التشكيل السردي هي أقرب في حقيقة الأمر إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية القصيرة، لأن أحداث الرواية تسير على نسق سردي نمطي واحد تقريبا، وتشتغل حول شخصية لطيفة وهي ورد، بوصفها الشخصية المحورية المركزية التي تدور حولها الأحداث. وعلى الرغم من أن الراوي المركزي في الرواية هو الراوي كلي العلم، إلا أن شخصية لطيفة ورد كانت تأخذ زمام السرد في أوقات كثيرة، بما يجعلها تمثل شخصية الأنا المهيمنة على أحداث السرد في النص من البداية إلى النهاية، إذ تنتبه الأنا في خضم هذا الصراع الذاتي والموضوعي إلى وضعها وانتمائها ومصيرها ووجودها الحيوي ومستقبلها لتحقيق انتقاضها وثورتها في وجه الآخر، مستعينة بقوة إصرارها وصمودها. وهي تأخذ في هذه الرواية أشكال متعددة وكثيرة تتجسد من خلال أشكال الآخر المتنوعة في سردية الرواية. تبرز شخصية لطيفة وهي ورد من بداية رواية القصر لأسماء الزعروني بوصفها الشخصية المحورية في الرواية، وتهيمن على حركة السرد بطريقة تستجيب بقوة لسردية الراوي الكلي العلم من جهة، ولشبكة الحوارات التي تكون فيها هذه الشخصية طرفا حواريا مؤثرا وفاعلا وموجها من جهة أخرى. تقول: ركبت سيارتها لا تعلم إلى أين في الماضي، عندما كانت كل صرخة ألم تهز كيانها وتهرول نحو البحر الذي كانت تلقي كل المتراكمات على صدرها في البحر ليأخذها الموج إلى الأعماق. تكتشف هذه الصورة السردية على طبيعة الشخصية الرئيسية في الرواية وظهور أولى ملامحها عن طريق بعض التفاصيل التي تبرز من خلال علاقتها بالبحر، ومن خلال حساسيتها الشخصية وطريقة تعاملها مع الأدوات السردية التي تشكل أولى ملامحها الشخصية. فالبحر
وما يختزنه من حكايات وأساطير، فضلاً عن بروز شخصية الأم. يعمل على بناء صورة أولية عن الشخصية المحورية، بحيث تبدو من مطلع الرواية وما تحمله الشخصية من قوة حضور مرتبطة بالبحر في دلالته العميقة الواسعة، على الرغم من أن التفاصيل الشخصية التي يقصدها الراوي الكلي العلم هنا هي تفاصيل خارجية، لكنها تمهد على نحو واضح للكشف عن جوهر هذه الشخصية من خلال وعود سردية تتشكل في إيحاءات متناثرة داخل هذا الفضاء، وتتضح في مقطع لاحق أجزاء مهمة من شخصية الأنا المفردة بوصفها الشخصية المحورية، حيث يتاح لها التعبير عن ذاتها بلسانها السردي، حيث ينفتح على ذاتها وعلى المحيط، وتشرع في تكوين صورة سردية عن جوهرها وطبيعتها. وتتكثف هذه الرؤية السردية في مقطع سردي من الرواية يحكي عبر مجموعة من التقاطات الصورة العامة لهذه الأنا الشخصية، إذ تقوم الأفعال الذاتية برسم صورتها في المكان والزمان، حيث تسهم عناصر التشكيل السردي بإقامة هيكل الأنا داخل المساحة العامة للسرد الروائي. النص: أنام في غرفة المكتبة وأصحو على صوت أمي يأتيني غاضبا وهي تدعوني لتناول الطعام، كنت أخبئ روايات عن عيونها. يشكل هذا المقطع بكثافة صورة شديدة التركيز حول شخصية الأنا المفردة في سلسلة متعاقبة من الأفعال السردية، وكأنها تخضع لعدسة كاميرا ترصد أدق التفاصيل التي تبدأ من الجملة المكانية المحصورة في صورة الأنا المفردة: أنام في غرفة المكتبة، بما في حضور دال المكتبة، وهي بدلالة واضحة على علاقتها بالمعرفة والثقافة والأدب. وفي الطرف الآخر من الصورة ترسم مسارا آخر لهذه الأنا: وأصحو على صوت أمي يناديني يأتيني غاضبا وهي تدعوني لتناول الطعام. يكشف هنا عن هيمنة وسلطة شخصية الأم بدلالته غاضبا، وكأن هذا الحال يحمل في طياتها اعتراضا على شيء ما تقوم به شخصية الأنا الرواية للحدث. ما يلبث هذا الشيء أن يبرز في الجملة السردية اللاحقة التي ترويها الأنا الراوية: كنت أخبئ الروايات عن عيونها، بمعنى أن قراءة الروايات هي السبب في أن تكون شخصية الأم غاضبة على ابنتها، لكن شخصية الأنا تستمر في الرواية ذاتها كما تريد بعيدا عن غضب الأم ونداءاتها المستمرة. تقول: كنت أتخيل نفسي وأنا في القاهرة وأدرس في الجامعة وأسكن في سكن الطالبات. إذ تدخل شخصية الأنا في منطقة تخيلية تأملية تنفصل فيها عن الواقع، كاشفة عن خصائص جديدة تضاف إلى هذه الشخصية، وهي تؤسس لفرادتها في فضاء السرد بأكثر من وسيلة وأكثر من طبقة، ولا سيما تلك الحالة بين الواقع السردي والحلم السردي لبيان قوة شخصية الأنا وقدرتها على الانفصال عن الواقع. فهي تحاول الاستقلال الذاتي عن طريق آلية الحلم الذاهبة باتجاه رسم خارطة ذاتية لنفسها، لكن صوت الواقع السردي وصية الأم يعود من جديد بصيغة محددة ذات أثر في صياغة صورة شخصية الأنا: يتعالى صوت أمي التي كانت تصر على أن تناديني بها، لكن أبي أسماني على اسم أمه لطيفة، لكنه كان يناديني ورد. بهذه الإشكالية التسموية التي تعد من إشكاليات هذه الشخصية المهمة، فعلاقة شخصية الأم باسم خديجة، حيث تحب أن تنادي ابنتها فيه، له مرجعية تراثية واضحة، بينما علاقة شخصية الأب باسم لطيفة أولاً تكشف عن مرجعية دلالية معنوية عائلية، أما علاقة شخصية الأب الأخرى باسم ورد فهي ذات طبيعة رومانسية خالصة. تقول: وهو كان يحب اسم ورد لكنه أسماني لطيفة لحبه لأمه. فبكل ما تنطوي عليه رؤية التسمية من قيمة سردية مشتبكة، غير أن الشخصية وهي في حالة إفرادها وتفردها تسعى دوما إلى توكيد شخصيتها بعيدا عن المؤثرات الخارجية المتعلقة بالأب والأم.
وأنا أحببت ورداً، وعندما كبرت صممت أن أغير شهادة ميلادي من لطيفة إلى ورد. وهنا تؤكد الشخصية المحورية في الرواية ذاتها المفردة القادرة على التغيير، غير أن صورة الالتباس الاسمي الخاص بها يبقى مهيمناً على حركة السرد الروائي، بما يثير شيئاً من عدم الوضوح. أصبحت لا أعلم أأنا خديجة أم لطيفة أم ورد. وهذا جزء مهم من طبيعة الحراك والنشاط السردي في الرواية، إن هذه المعادلة تعبر عن جانب مهم في صراع الذكورية والأنثوية في الثقافة العربية المعاصرة عبر الفنون العامة والأدبية منها على نحو خاص، بمعنى أنه لا يوجد في الرواية شخصية ذكورية إيجابية أو سوية، بينما الشخصية الأنثوية كلها في حالة إيجابية راقية على الأصعدة كلها. إن شخصية الآخر المتعدد في رواية القصر تنقسم على نحو أنثوي هو إيجابي دائما، ونوع سلبي وهو ذكوري دائما. وتكون شخصية ورد الرئيسية المحورية هي التي تضبط إيقاع حركة الشخصيات كلها على اختلاف أنواعها، وهي كلها تمثل التعدد في الشخصية الآخر على هذا النحو الذي يسود عالم الرواية من البداية حتى النهاية، في سياق سردي وثقافي يعكس وجهة نظر المرأة المثقفة في الرجل. والرواية على نحو عام تشتغل على هذه الثنائية في ظل إشكالية الأنا والآخر في تموجاتها المختلفة. الآخر العنواني المكانية بين الكينونة والضدية. تختصر البنية العنوانية لرواية القصر مساحتها اللفظية في لفظ مفرد معرفة يحيل على مكان له قيمة معينة في الذاكرة العربية. ولا شك في أن فهم الحساسية المكانية السردية في الرواية يأتي من خلال معرفة أن المكان هو مساحة ذات أبعاد هندسية تحكمها المقاييس والحجوم، ويتكون من مواد لا تحددها المادة بخصائصها الفيزيقية فحسب، بل وهو نظام من العلاقات المجردة، فيستخرج من الأشياء الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني أو الجهد الذهني المجرد، وبذلك يكون قادراً على استيعاب الحراك السردي في الرواية، ويسهم في تطوير عناصر التشكيل السردي وفي مقدمتها الحبكة. يتراوح المكان الروائي في الأهمية بحسب نوعية المكان وطبيعته وعلاقته بالحدث الروائي، وبما يجسد من أحداث كل مكان تدخله الأحداث. ولا يمكن في هذا السياق أن نتصور النظر إلى الأحداث بمعزل عن الأمكنة التي تدور فيها، كما يمكن النظر إلى الشخصيات من حيث الدلالة وعلاقتها بالمكان على تطور الحكاية بين البداية والنهاية. وهكذا تتشابك الأجزاء لتعرض لنا وحدة النص السردي، بما يضمن الكينونة الخاصة بشخصية الأنا والضدية الخاصة بشخصية الآخر داخل الفضاء الروائي كله. تتصل الأمكنة في رواية القصر تحديداً بفضاء شخصية ورد وتحولاتها الشخصية في علاقاتها الضمنية بالأمكنة، ومن هنا قد يتحول المكان الصديق إلى مكان عدو في ظل تدخل عنصر مزعج داخل علاقة الحب مع المكان. اتصلت بصديقتها رحاب: ما رأيك أن أعزمك في مطعم راق وجميل؟ ولكن كيف؟ وما المناسبة؟ المناسبة اتخذت القرار المناسب. حسناً، ارسلي الموقع وأنا عندك. بعد دقائق دخلت لمطعم راق، الديكور في غاية الجمال. أخذت أتصفح المأكولات البحرية الشهية. شيء يعكر المزاج، زوجي يتصل: ترى هل أرد أم لا؟ إن هذا المشهد يعبر عن هذه الإشكالية في عرض المكان السردي وطريقة تقديمه من حيث تحوله من مكان صديق وأليف إلى مكان معادل ونقيض. وهنا يبدو أن المكان قد تحول من مكان صديق وجميل اختارته شخصية ورد صحبة بصديقتها من أجل قضاء وقت ممتع، إلى مكان سلبي وعدائي يدمر الشخصية لارتباطها بحدث اتصال الزوج وإفساد الرؤية المكانية التي كان من مقرر أن تكون على شكل آخر صديق وأليف. إن هذه الرواية
تحمل طيات كثيرة وهيمنة الأنساق وانفتاح الشخصية الرئيسية على أشياء كثيرة ومتعددة. قد نقف عند أشياء كثيرة تعانيها هذه الشخصية ونلتمسها من خلال هذه الرواية، عندما يظهر لنا مفصل سردي آخر من مفاصل الرواية وفي محطة أخرى من محطات الشخصية المفردة الرئيسية في رواية القصر، حين تقرر ورد زيارة طبيب نفساني لمساعدتها في التغلب على ما تعانيه من بعض الإشكاليات الذاتية. وفي إحدى الزيارات إلى طبيبها النفساني يستعرض الراوي هذا المشهد بينها وبين الطبيب: صرخت دون وعي، ورد ورد، يكفي اليوم ولنا زيارة أخرى بعد أسبوع. حاضر دكتور. أفاقت من الاسترخاء، شعرها الحريري يتدلى من على السرير، تزينه خصلات بيضاء. قامت وحاولت أن تصلح شعرها وتلبس شيلتها. دكتور، هل كنت أحلم؟ كنت أعيش طفولتي، تذكرت بيتنا وجيراننا حينا، البيوت الطينية المشبعة بالرطوبة، وصديقتي عائشة التي لا أراها إلا في المناسبات، لكنني كنت مستمتعة. كانت رائحة الخبز الرقاق والسمن البلدي تنعشني. نص طويل جدا يترك الراوي ساحة السرد للشخصية المفردة الرئيسية ورد في تعاملها الحواري مع الطبيب، من أجل أن تعبر عن استمتاعها بجلسة الطب النفسي، حين تقودها هذه الجلسة عبر حالة الاسترخاء في الحلم والاسترجاع. فاللقطة السردية الأولى هنا تتعلق بعلاقة الشخصية المفردة بالطبيب النفساني، واللقطة السردية الثانية استمتاعها بجلسة الطب النفسي وخضوعها للحلم الذاتي. واللقطة السردية الثالثة تتشكل عن طريق الاسترجاع، استرجاع الأمكنة والمواقف والشخصيات والحالات. واللقطة السردية الرابعة تتمثل في الكشف عن صفة ذات طبيعة اجتماعية عالية، متعتي ركوب الحافلة التي كان والدي يمانع في ركوبها. وهنا يبرز الحس الطبقي لدى الأهل ونبرة التمرد لدى الشخصية في استراتيجية ذاتية تعبر عن جوهر الشخصية الثقافية والاجتماعية من الداخل. تنتشر شخصية ورد على مساحة السرد بهيمنة واضحة، لأنها هي المحور السردي الأصل أو عصب السرد في الرواية، وتتاح لنا فرصة التعبير عن شخصيتها المفردة بصورة كلية من خلالها ومن خلال الشخصيات الثانوية التي تظهر بمعيتها. تحاول هذه الشخصية أن تمنح شخصية الوالد قوة كبيرة على مستوى الحضور والتأثير والقيمة، وهي بذلك تريد أن تمنح شخصيتها المفردة هذه القوة والهيمنة، لأن شخصية الأب في الموروث الحكائي العربي والثقافة العربية لها حضور استثنائي في العائلة. وكلما كانت هذه الشخصية قوية ومهيمنة، انعكس هذا الأمر على طبيعة العلاقة الأسرية بين أفراد العائلة. وربما تريد الشخصية المفردة الرئيسية ورد أن تقول إنه على الرغم من قوة شخصية الأب وسلطته، لكنها كانت تتمرد وتفرض أسلوبها في الحياة على المحيط الذي تعيش فيه. فالشخصية المفردة المركزية في الرواية هي المحور الرئيس الذي تدور حوله الأحداث كلها، ابتداء من عتبة العنوان القصر الذي كانت تعيش فيه وتشبيهه بالسجن وتحاول التمرد عليه، وصولا إلى كل التفاصيل والجزئيات التي تظهر عبر الشخصيات والأحداث والحالات المختلفة. ثم حلقات كثيرة في هذه الشخصية تظهر هنا وهناك في محطات سردية كثيرة من الرواية، لكن يمكن الإشارة إلى حلقة مهمة في محطة علاقة شخصية ورد الشائكة مع زوجها، وقد أرغمت على الزواج منه بحسب رغبة والدتها، على الرغم من أنها كانت تشعر بالعاطفة نحو شخص آخر، ولم تكتب لهذه العاطفة النجاح مطلقا. لذا هي تحاور صديقتها رحاب حول نتيجة ما يمكن أن يقدمه الطبيب النفسي لها، وهل سينجح في دفعها إلى التمرد على سلطة الزوج وتحقيق أعلى مراتب فرادتها الشخصية؟ برأيك يا رحاب، هل أستطيع؟ وهل يساعدني هذا الطبيب؟ أجل عزيزتي، تستطيعين. قبل 5 سنوات كنت مدعوة لندوة في السعودية، وحاولت معه لكنه رفض كعادته.
لي صديقة هناك وأخبرتها بمشكلتي وأنني كم أكون ضعيفة أمامه. قالت لي بالحرف الواحد: سنوات طويلة وأنت تسمعين كلمة لا، لمرة واحدة أنت قولي لا، احسمي الأمر وانطلقي. وفعلا أخذت حقيبتي وأوراقي وقلت له بأنني مغادرة للملتقى، لكنه أخذ حقيبتي بكل قوة وشدني إلى داخل المنزل. جلست مكسورة لا أعرف كيف أتصرف، وهذه المشكلة الوحيدة في حياتي، رغم أنني امرأة ذات شخصية قوية في عملي، ولا أعرف كيف أحل مشكلتي. ما هذا العذاب؟ تتمظهر الشخصية المفردة هنا في حالة من الانقسام بين إحساسها بالقوة وعجزها عن التمرد على النحو الذي يضعها في قلب العذاب، بما يجعل صورة الأنا المفردة في الشخصية تتردد بين هيمنة النسق وانفتاح الشخصية الرئيسية على الآخر المتعدد. فهذه الأنا المفردة في تعبيرها عن ذاتها وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الحدث الروائي تعبر عن هيمنة نسق الشخصية على مسيرة السرد في الرواية، وتنفتح على الفضاءات السردية الأخرى برحابة واضحة تؤكد قوة هذه الشخصية وإشكالية علاقتها الذاتية مع الآخر المحيط بها، الأم والأب والزوج، بينما تنفتح على الآخر الأبعد، الصديقات والأصدقاء، بصورة أكثر حيوية وأكثر انفتاحا، مما يسبب هذه الإشكالية في نموذج الشخصية. هناك في هذه رواية القصر رموز كثيرة تتشكل الأنا في علاقتها بالآخر المغاير داخل العمل الروائي، بوصفها شيئا موروثا لدى الإنسان ذاتي من خلال التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها، ابتداء من الطفولة وعبر مراحل النمو المختلفة. تنعكس هذه الرؤية الحياتية على الرؤية السردية في العمل الروائي كي تتمظهر العلاقة مع الآخر المغاير غير الإنساني، لأنه ينتمي إلى الطبيعة في شكل معين من أشكالها، بما يجعلها آخر بالنسبة للأنا لأنه منفصل عنها. تبدو الأشياء الصغيرة المحيطة بالحدث الروائي عابرة ولا تلفت الانتباه في الحياة العامة، لكنها بالنسبة للروائي تكون ذات أهمية كبيرة عندما تدخل في مزاج الشخصيات وحيثيات عناصر التشكيل الروائي الآخر، ولا سيما تلك المتعلقة بمفردات الطبيعة كالبحر مثلا أو العصفور في رواية القصر، إذ أن هذه الأشياء تجعلها قادرة على قراءة التواريخ، عندما تصبح هذه الأشياء وثائق ومدونات وإيقونات وشواهد وأمثلة تتحقق على نحو أصيل في الفضاء الروائي. ترتبط شخصية ورد في رواية القصر بعلاقة وجدانية رومانسية مع طائر جميل يحط على شباك نافذتها كي يكون نوعا من أنواع الآخر، وهذا الآخر مستعار من الطبيعة التي تسخر بكثير من أصناف التشكيلات كالبحر وهذا الطير الجميل وغيرها من المفردات الأخرى، إذ ترغب شخصية ورد المحورية في الرواية أن تتعامل مع الطبيعة وتنفتح عليها بصورة تخفف من أزماتها الذاتية مع ذاتها ومع المحيط وما حول المحيط، ولا سيما مع الدائرة الشخصية القريبة منها مثل الأب والأم والزوج والحبيب الغائب. فيظهر الطير الجميل هنا بوصفه آخر سردي في حالات مختلفة ولقطات جميلة ومنعشة لشخصية ورد. اليوم كل شيء يجب أن يكون حلوا. التفتت نحو شباكها، الطائر الجميل تعود أن يقف هنا ينقر بمنقاره على نافذتها، ترتاح لهذا الطائر الذي يشبه أحلامها، تقترب من النافذة. أنا سعيدة اليوم، أريد أن تأخذني تحت جناحيك وتطير معي. شعور الحرية شيء رائع يا صديقي، هل تفهمني؟ تتمخض علاقة الشخصية مع الآخر الطبيعي الطائر هنا في مجموعة من الجمل السردية المعبرة عن بهجة الشخصية، مثل اليوم كل شيء يجب أن يكون حلوا، وجملة ترتاح لهذا الطائر الذي يشبه أحلامها، وجملة أنا سعيدة اليوم أريد أن تأخذني تحت جناحيك وتطير معي، وأخيرا جملة شعور الحرية شيء رائع يا صديقي، هل تفهمني؟
كلها جمل تصب في جوهر سعي شخصية وردة الساعية إلى جعل الآخر معادلا موضوعيا لها. إن الآخر الطبيعي هنا الطائر الجميل يعمل بوصفه وسيلة من وسائل دفع شخصية ورد إلى استرجاع ذكريات خاصة جدا، فهي في خضم تفاعلها مع الآخر الطير والتعبير عن سعادتها به. تنفتح على ذكرياتها وتسترجع شخصية الأستاذ عبد العزيز، وهذا الاسترجاع له دلالة خاصة، لأن هذه الشخصية الذكورية لها في ذاكرة ورد حالة حب عابرة، كأن فيها عبد العزيز مغرما بورد في زمن مضى، وهي تحاول اليوم عن طريق هذا الطير استرجاع صورة الآخر الحبيب على مستوى الخيال والذاكرة فقط. نظرت إلى الطائر الذي لا يزال يقف على نافذتها. أتدري إني سعيدة اليوم يا طائري الجميل؟ أنظر إليك وتأخذني الذكريات. لا أدري لماذا أسترجع موقف الأستاذ عبد العزيز مدير مدرسة حطين عندما ذهبت أسأل عن ابني سلطان. كنت متوجهة لغرفة الأخصائي الاجتماعي، لكنه عندما لمحني ترك مكتبه وقال لي تفضلي في غرفتي، فأنا مدير المدرسة عبد العزيز، ألا تتذكريني يا لطيفة؟ لذا تأتي جملة مدير المدرسة الأستاذ الاستفهامية الاستنكارية ألا تتذكريني يا لطيفة، معبرة عن هذه الرؤية السردية في الرواية. فالآخر الطائر تحول هنا إلى وسيلة من أجل استرجاع الصورة العاطفية، وهذا الدور الذي يقوم به الآخر الطبيعي الطائر بلا أدنى شك هو دور مهم في بناء شبكة العلاقات بين الأنا والمفرد والآخر المتعدد، عن طريق إحاطة الفضاء الروائي بكثافة سردية هائلة على صعيد الاشتباك العلائقي، مما يتمخض عنه من آليات عمل تضاعف من طاقة العمل والفعل السردي في الرواية. وهكذا تتحول شخصية العصفور إلى شخصية آخر أصيلة في السرد الروائي له تأثير عميق في الشخصية المحورية شخصية ورد، على اعتبار أنه يمثل معادلة موضوعيا وسرديا وحكائيا في آن معا لشخصية ورد، بما يعمق الحضور الوجداني والعاطفي للشخصية المحورية ويفتحها في مجال العلاقة مع الآخر على سبيل جديد. يمكن أطلت في ورقتي نعم، قليلا. قليلا. 3 دقائق أخذت زيادة. سوف أختتم لأن الدراسة طويلة جدا والرواية ممتعة جدا أيضا، فسوف أختتم. وهكذا تتصور لنا أو تصور لنا بداياتها الجميلة على الأقل في الأسبوع بتمرد مرة واحدة. أختها تقول لها دائما لا تردي لأنه يدمر نفسيتك. قالت في نفسها سأسمع نصيحة أختي وأجرب هذه المرة. تعبت من كلمة لا ومن الأوامر كأنني أشتغل عنده وليس زوجته. إن هذا المشهد يعبر عن هذه الإشكالية في عرض المكان السردي وطريقة تقديمه. تأخذ صورة الأنا آخر في رواية القصر أكثر من مسار بنيوي، حيث تحتل موقع الأنا الشخصية المحورية الرئيسية ورد، في حين تتعدد صورة الآخر المحيطة بالشخصية الأنا بحسب تجلياتها الثقافية والاجتماعية السردية، إذ تظهر صورة الآخر السردي الأقرب إلى شخصية الأنا، ثم صورة الآخر الأنثوي الأوسع من دائرة الآخر الأسري التي غالبا ما تكون إيجابية في علاقاتها مع الأنا، ثم صورة الآخر الذكوري ذات الشكل التضادي بقوة مع الأنا، ثم الصورة الرومانسية للآخر الطبيعي المتمثل بالبحر والطائر العصفور، وهي صورة إيجابية أيضا على النحو الذي يجعل من صورة الأنا هي المركز في حين تتحرك صورة الآخر المتعدد في مسارات مختلفة ثانوية تحيط بشخصية الأنا وتحدد مسارات عملها السردي بدلالاتها ذاتها المغايرة ودلالة الأنا المضادة في آن معا. الشكر جزيل لحضرتكم وعذرا عن الإطالة. شكرا لك دكتورة رائدة على ورقتك الثرية. حتى لا يداهمنا الوقت سأختصر سيرة الأستاذة عائشة وأقدم لها المنصة، ومن بعدها ندخل في مداخلات الأعضاء. عائشة عبد الله محمد علي العولقي، عدن، بكالوريوس لغة عربية تمهيدي، ماجستير دراسات أدبية جامعة عدن، كفاءة في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية جامعة عدن،
الخبرات والمؤهلات مدققة لغوية، خبرة في تدريس المرحلتين المتوسطة والثانوية، دورات متخصصة في تربية الطفل، إعداد الخطط التعليمية والدعم النفسي بتمويل من اليونيسيف. قائدة فريق جئنا لنحميها لحماية اللغة العربية تحت إشراف مكتب الثقافة بشبوة، تنفيذ حملات توعوية بعنوان اقرأ لترقى بعدد من المدارس. الأنشطة الأدبية، شاركت في العديد من المشاركات الشعرية والنقدية في صحف يمنية وعربية، عضو في اتحاد أدباء الجنوب، الأكاديمية الدولية للشعراء العرب، والاتحاد العالمي للمثقفين العرب. تحكيم مسابقة أدبية في جامعات يمنية، قراءة نقدية للأعمال شعرية ونقدية. مشاركات في أمسيات شعرية عربية، منها فعالية يوم ميلاد محمود درويش غزة أونلاين. الإصدارات: ديوان بلا فواصل، ديوان زهرة الليلك، قيد الطباعة، الجوائز والتكريمات، بعضا منها درع الشرف الأول من المجلس التنسيقي الأعلى، شهادة أجمل نص أسبوعي من الاتحاد العالمي للمثقفين العرب. تفضلي أستاذة عائشة، ولك من الوقت 20 إلى 25. الرجاء عدم التجاوز حتى يتسنى للآخرين المداخلة والتساؤل. تفضلي أستاذة عائشة، هل تسمعيني؟ أستاذة عائشة، أستاذة عائشة. أيوة، السلام عليكم، مساء الخير وعليكم عليكم السلام. جميعا. تفضلي. أشكركم جميعا وأشكر منتدى البحرين وعموديه الأستاذ الأديب عبد الحميد القائد والأستاذة منار على مجهودهم الدائم في دعم الأدب والارتقاء به. قراءتي لهذه الرواية الرائعة للأستاذة أسماء بعنوان التجربة السردية في رواية القصر. عندما يكتب الأديب الرواية يعايش ولا بد أحداثا تتمكن من وجدانه، وتكون نتيجة هذه المعايشة كتابة نثرية قائمة على السرد بلغة أدبية وقدرة لغوية وفكرية وبلاغية، أي أن التجربة الأدبية في الرواية شبيهة بالتجربة الأدبية في الشعر، من حيث معايشة الأديب موضوعا ما عند كتابته. الفرق بينهما أن القصة تقوم على السرد وتسلسل الأحداث، وليس على الأحاسيس التجريدية والعواطف المتأججة والخيال الجامح كما في الشعر، لذا تحتاج الرواية لمساحة أكبر على الورق. في هذه الرواية اتخذت الكاتبة طريقة إبراز جوانب على جوانب أخرى، مثل التركيز على الأحداث والشخصيات والبيئة، فتنمو الأحداث عن طريق سردية متمكنة ولغة متينة وواضحة، تتعقد ثم تنفرج فيما بعد فيما يسمى بلحظة التنوير. لهذا القارئ في هذه الرواية يتفاعل مع النص، فيحس بأحاسيس الشخصيات لوجود مستوى عالي من الصدق الفني. وعندما نقول إن الرواية تقوم على معايشة الراوي للأحداث، هذا لا يعني أنه ينقل الأحداث كما هي، وإنما هو يتكئ على الواقع ويجعله المادة الأساسية له، ثم يأتي بأسلوبه الفني وخياله فيمحور هذه الأحداث والشخصيات في قوالب فنية ماتعة. وقد لا تكون بعض الشخصيات في هذه الروايات واقعية، ولكنها أحيانا تخلد أكثر من كثير من الشخصيات الواقعية، وهذا يعود طبعا إلى مهارة الراوي. في رواية القصر عالم مليء بالسحر واللغة والشخصيات والأزمنة المتداخلة والأمكنة المختلفة والموروث، وبين هذه العناصر خصيب الخيال وبديع الجمال. تدور أحداث الرواية حول بطلة لطيفة أو ورد كما تحب، التي تملك ذاكرة بركانية تحيلها للماضي وإلى استرجاع الأحداث كلما مرت بالأمكنة أو الأشخاص. ورد في هذه الرواية البطلة هي امرأة مثقفة ناضجة محاطة بقيود منذ طفولتها. هذه القيود أورثتها خنوعا واستسلاما، ونجد ذلك جليا في حديثها في عدة مواضع، منها قول زوينة
صديقتها لها: من يراك وأنت تحاضرين لا يصدق أنك أنت من تتحدثين الآن معي. أدى لدخولها في دوامة من الأرق والشعور بالوحدة رغم اكتظاظ المكان، ومع هذا تشعر بالوحدة. يستمر هذا الشعور حتى تهتدي عن طريق صديقة لها إلى مراجعة طبيب نفسي. طبعا ورد مثلها مثل أي مواطن في الوطن العربي ينفر من مجرد ذكر هذا السبيل أو هذه الطريقة أو هذا الحل بسبب نظرة المجتمع السائدة عن الطب النفسي، لكنها في النهاية نجدها في كرسي الطبيب النفسي فتحلق وتبوح بالمكنون وترمي بعض أثقال السنين على هذا الكرسي. تبدأ ورد في اعتياد الأمر والاطمئنان له والشعور بجدواه وأنه شيء نافع. صارت تنتظر الموعد مع الأيام بشغف بعد أن كانت تأتي خلسة خوفا من أن يراها أحد. حتى قالت في موضع من الرواية للدكتور: ثق يا دكتور أنني أتوق للموعد، ولتعرف أنني أعد الأيام عدا حتى أحضر، والآن عندما أدخل العيادة لا تهمني الناس بعد أن كنت ألتفت يمينا ويسارا. تبدأ على هذا الكرسي سلسلة سردية جميلة، وينفرط هناك عقد الذكريات وتنكشف أسباب تلك العقد النفسية التي تعاني منها البطلة، وكأن الطب النفسي قائم على تشغيل الذاكرة وإنعاشها بالذكريات، لعلها تحدث فارقا أو شيئا من التكييف والاستقرار الداخلي مما يؤثر إيجابا على الذات، فيعيد بناء الهوية ويحفظها ويرد الاعتبار لها عن طريق إثباتها. ورد تمثل المرأة الشرقية المحاطة بالقيود، وإن كبرت وتثقفت وتفوقت وتميزت، ومن خلال أدوات سردية ولغة واضحة وسهلة تبدأ الكاتبة في إظهار هذه الشخصية. نقف وقفات أولا عند العتبة وهو العنوان. يحيل لنا العنوان القصر إلى مفاهيم، منها أن الظواهر قد تختلف عن البواطن، فالقصر بشكله العام مساحة واسعة ورحبة ومكان معتق بالجمال والأثاث الفاخر، ولكن قد يكون سجنا قائما لمن يعيش فيه بلا سكينة ولا انتماء. هذا يشير بخفاء إلى ذكاء المؤلفة التي جعلت العنوان يحمل سيمائية متعددة، فهي هنا تحلل عقدة الأمكنة في موضع تقول فيه ورد: كم هو موجع عندما تسكن قصرا فارقا من الأحاسيس. ثم نقف عند الشعور بالغربة. هذا القصر في قولها: هذا القصر يتعبني، أجد نفسي ضيفة فيه لا أملك فيها سوى غرفتي. حقيقة الشيء بخلاف مسماه. وأيضا ناقشت هذه الرواية قضايا مجتمعية، فأشارت الكاتبة في سردها البديع بطريقة بلاغية ساحرة إلى قضايا اجتماعية متجذرة عرجت عليها بشكل جميل، من ضمنها الممنوعات. فكما قلنا سابقا أن المرأة العربية محاطة بقائمة من الممنوعات منذ طفولتها، ويجب أن تحافظ أن لا تقع في مقبة التجاوز. أيضا الأساطير، كانت هناك الكثير من الأساطير التي تسرد في المجتمعات العربية لأهداف، منها إخافة الطفل من الخروج وغيرها من الأسباب، وكان لكل مجتمع أساطيرها الخاصة، وقد تجتمع بعض الأساطير في بعض البلدان. ففي قولها في موضع: كانت تحكي لي أمي وأنا صغيرة عن حمار القائلة والذي يخرج في الظهيرة ليأكل الأطفال في ساعات الظهيرة، وهدفها من ذلك التخويف. هذه من الأساطير، لا يوجد شيء اسمه حمار القائلة. أيضا مما ناقشت الحنين للماضي، فالحنين أساسه التذكر، والتذكر حسب ما يقول إيماوين كامب يسمح بربط العلاقة بين ما حدث في الماضي وما لم يحدث بعد بواسطة الحاضر. أيضا تعرضت للحنين للأب الغائب، فيظل الأب صورة المثالية الأعلى للرجل في قلب ابنته، وتظل صورته ملازمة له وإن غاب. فنجد موضع يقول: صورة والدها حاضرة على سطح البحر، هذا الغائب حاضر معها دوما، ابتسامته تتدفق مع تجليات الموج.
أيضا ناقشت الحنين للأمكنة، للأمكنة دائما سيميائية خاصة في الروايات العربية بشكل عام، ودرست في عدد من الدراسات، وفي رواية القصر على هذا النسق. فنجد ورد تستنشق عبق الماضي عن طريقه، فتقول: منظر البحر والسوق القديم في الشارقة لها فيها ذكريات جميلة مع أقرانها، لأول مرة يدق قلبها الصغير في هذا المكان، رغم أن الذكريات الجميلة مؤلمة عندما نعجز عن تحقيقها. كذلك الرغبة في المقاومة، شعور الانهزام المتولد في نفسية ورد جعلها تسوق للمقاومة والخروج من هذا الشعور القائم، لكن ضعفها يعيقها في كل مرة. ففي قولها: ألم تكبري على هذه القوانين بعد؟ أريد أن أتمرد يوما، أن أتجرأ على كسر هذه القوانين، لكنني لا أستطيع. ثم تشعر بمرور الأيام أنها تكتسب نوعا من القوة القادرة على ثقب الجدار ليدخل النور. في قولها: بدأت بقطع خيط رفيع من الخيوط التي تكبلني. بدأت بقطع خيط رفيع من الخيوط التي تكبلني، وسأبدأ هذا المشوار. أيضا ناقشت شعور الانتماء ووضوح الهوية، فنجد أن الأديبة الزرعوني لم تهمل الانتماء من خلال ذكرها لشيء من تاريخ الإمارات، في ذلك تعريجها على ذكر الشهداء في قول: كان هناك أول شهيد في الإمارات إلى الآن أذكر اسمه، نعم، بطل من أبطالنا استشهد وهو يدافع عن وطنه، إنه سالم سهيل خميس بن زعبل منتسب لشرطة رأس الخيمة، استشهد بعد يومين من قيام دولة الإمارات عام 1971 من قبل الاحتلال الإيراني. وكذلك الطبيب الذي عاش خارج الإمارات ثم أبت حبال الحنين إلا جره إليها، فعاد رغبة في أن يكبر أبناؤه في موطنهم الأصلي. وفي موضع نجدها تقول: كيف فكرت في الرجوع إلى الإمارات؟ هذا صديق الدكتور الذي عاد يسأله: لابد للمرء من الرجوع لبلده وأبنائه يكبرون، يقول الدكتور. ثم انتماء الكاتبة إلى وطنها العربي عامة من خلال تعريجها على ذكر عدد من البلدان العربية، مثلا ذكرت مصر والكويت والعراق، فذكرت مصر في قولها: تذكرت أم الدنيا، تذكرت أم الدنيا، تذكرت معلماتها، تذكرت عام 1970 عندما كانت في الصف الخامس، خبر وفاة عبد الناصر والحزن الذي اجتاح المدرسة والمدينة، الكل كان يحبه. الكويت ذكرتها في قولها: ولا أنسى حرب الكويت، عندما طرق علينا باب الشقة أبو وحيد ليخبرنا باحتلال الكويت، ولم يمحى من ذاكرتي ذلك اليوم في مطار اسطنبول وأحوال أخوتنا الكويتيين. الحمد لله مرت على خير وعادت الكويت لأهلها. وذكرت العراق في قولها: أخذتها الأفكار وهي تتوجع من أجل العراق، كم تمنيت أن أزور هذا البلد، كانت العراق متقدمة في العمران والعلم، كم من الأدباء والفنانين الذين أنجبت. ومما ناقشت هذه الرواية أيضا الخوف على المجتمع من التغريب والدخلاء، فتفسر سبب هروب بعض الفتيات من أسرهن إلى خارج البلاد في قولها: مراهقات، وهناك عصابة وراء هذه الحكاية يوهمونهن بالحياة الوردية وبالحرية لهن، ثم يورطونهن، وبعد فترة تجدينهن في الشوارع يبحثن عن اللقمة. وكذلك ناقشت خطر الانغماس السلبي في التكنولوجيا، السوشيال ميديا وهذا التقدم، في قولها: السوشيال ميديا وهذا التقدم التكنولوجي الذي أصبح خطرا يهدد المراهقين، وأكبر جريمة عندما يزعمون أنهم يطبقون حقوق الإنسان. وعرجت على الأدب العربي في قولها للأدب العربي في قولها: أتعرفين قصة قيس وليلى؟
وعنترة بن شداد، فللأدب العربي مكانته في قلوب أبنائه والمنتمين إليه. وأيضا ذكرت الحس الأدبي الناقد، تجدها في تحليل حقيقة القصص العربية، في قولها: اسمعي يا رحاب، هي حقيقة مثل هذه القصص، لكن تناقلت بين الأشخاص، كل شخص زاد عليها جزءا حتى أصبحت أسطورة. أيضا عرجت على مواكبة الجيل والتطور التكنولوجي في الانتشار، في قولها: موسيقى خفيفة تبث في أرجاء المقهى، طلبت أمريكان كوفي، فتحت الفيسبوك، رسالة خاصة من فارسها المجهول يرسل إليها نصوصا جميلة لا تقاوم، دخلت صفحتها في تويتر وكتبت: أيها الحاضر في كل جراحاتي كموج يعتريه الخوف. نعم. صورة المرأة الناضجة المحافظة، فأظهرت المرأة الخليجية امرأة مثقفة ناضجة لا تنجر ولا تنجرف، في قولها: أستاذ عبد العزيز، كل شيء قسمة ونصيب، كبرنا والحمد لله، وهذا ابني في المدرسة عندك. وعرجت على قضية التبني في المجتمعات، في قول زوينة: لأنني عندما استلمتها من دار الرعاية كان من أحد الشروط أن أخبرها أنها ليست ابنتي، والحمد لله تقبلت. وعرجت على أعظم جائحة مرت علينا في هذا القرن، وهي جائحة كورونا والعزلة، فقالت: نعم، الكل أبدع في كتاباته، هناك من كتب القصة والرواية والحب في زمن كورونا، على غرار رواية الكاتب الكولومبي غابرييل غاريسا الحب في زمن الكوليرا. أذكر نفسي كان بين القصة والمقالة. أيضا عرجت على ذكر الأفكار الخاطئة في المجتمعات، فلا يخلو مجتمع عن بعض العادات السلبية المتوارثة من القدم، والكتابة أو الكاتبة هنا تعرج على شيء منها: الانغماس في الكتب والعناية في الثقافة مضرة، فتقول: نعم، لدرجة أن أمي كانت تقول: حميدان فقد عقله من كثرة القراءة، لهذا كانت تمنعني من القراءة. هذه فكرة خاطئة، يتوارث المجتمعات ويرددون مثل هذه المقالات. أيضا النظرة القاصرة للطب النفسي، وهذا مهم، كان الناس وما يزال بعضهم ينظرون للطب النفسي نظرة مجحفة، ويرون أن ارتياد العيادات الطب النفسي عيبا ومشينا في حق الشخص. ففي قولها: نجد فكرت في ذلك، ولكن كلما تذكرت نظرات الناس للطبيب النفسي أخاف وأردد كلام الناس، كلام العامة طبيب المجانين. أيضا عرجت على ذكر إرغام الفتاة في المجتمعات العربية على الزواج ممن لا تريد، فهذه قضية شائكة. وأيضا كذلك الزواج المبكر للفتيات أو إرقامهن، فلم تقبل كاتبة عن ذلك في قولها: لا أريد أن أتزوج يا أمي، أريد أن أكمل دراستي، هذا قراري، أريد أن أطمئن عليك، تزوجي واكملي دراستك، فتزوجت فيما بعد. وفي قولها: أما ميثة ألا تذكرين، إنها تزوجت خميس الذي فرضه أخوها عليها، فردت: ورد مسكينة ميتة، زوجوها لرجل عقيم وعنده زوجة ثانية لكنها كانت طيبة. أيضا أظهرت صورة الزوج الصارم الذي كانت بطلة الرواية تعاني منه، أن تظن بعض المجتمعات أن على الزوج أن يظهر أمام زوجته بصورة الصارم القاسي حتى تنضبط أمور أسرته، وهذا بالطبع مفهوم عقيم جاءت السنة النبوية بتفنيده، في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وهذا مما عانت منه ورد في الرواية، في قولها: لقد زرع الخوف بداخلي منذ أول يوم في زواجنا، لا أعرف كيف أنزع هذا الخوف، حاولت كثيرا ولم أستطع. أيضا مرت على تملص بعض الآباء من مسؤولياتهم، فيأتوه الأبناء ويتملصون، عندما يتملص الآباء عن مسؤولياتهم لا يعلمون أن ذلك يترك حنقا طويلا في نفوس الأبناء. في قولها: ماذا أريد من أب تركني وأنا لم أتجاوز الثانية من عمري، وأخي كان نطفة في بطن أمي. كذلك عرجت على جدلية الأسماء بين الوالدين،
بطلة الرواية كانت باسمين، وذلك حيث يصر الأب على مسمى معين للمولود وتصر الأم على آخر فينشأ الطفل باسمين. تقول ورد: أمي التي كانت تصر أن تناديني خديجة على اسم أمها، لكن أبي أسماني لطيفة على اسم أمه. وكان أبوها أرادها ورد أيضا، لكنه ناداها بلطيفة، وهي حسمت الأمر فيما بعد عندما أصرت على أن يكون اسمها ورد وعمدت ذلك رسميا. أيضا القمع، تعاني مجتمعات إن لم نقل كلها من القمع ومحاولة إسكات الآراء، وأكثر من يقوم بذلك بعض الجماعات المتطرفة التي تلجأ إلى التهديد إن لم يرقها الأمر. تقول: اسمعي أنت، لا أريد أن تمجدي عبد الناصر، وللمرة الأخيرة تكتبين مثل هذا المقال. هذا جاء رد من مجهول في اتصال هاتفي لورد بعد أن نشرت مقالة. في الختام يقودنا السرد المتسلسل إلى حبكته الرئيسية حين تكتشف ورد أن طبيبها النفسي ما هو إلا صديق قديم وجار شاركها عهد الطفولة، لتتبين فيما بعد مدى قرابة الأمكنة وصغر المسافة. في قوله: لا يا لطيفة، أذكرك وأنت لطيفة، كم لعبت معك، ألا تذكرين ولد الجيران أحمد الذي توفي والده وتزوجت أمه من خليفة البحريني؟ أنسيت كم بكيت عندما ودعتك؟ فترد: لا، غير معقول، لا أستوعب. وختاما تمثل الأديبة أسماء الزرعوني نموذجا للمرأة العربية المتشبعة بالهوية، يظهر ذلك جليا في رواياتها، فهي تعبر عن موقفها من كل شيء في مجتمعها خاصة والعربي عامة بصورة واضحة لا تحتاج معها إلى التورية أو التغليف، لأنها تقف على أرض صلبة ووقفة الواثق من مبادئه وآرائه وانتمائه على لسان أبطالها الذين تصنعهم صناعة جميلة تستنكر فيها السلبيات وتندد بأي منظور زائف في المجتمعات، وتقف بقوة إلى جانب الهوية والوطن والنضج بلا تعصب لأنوثة أو دعوة إلى الانسلاخ. كتبت فتألقت ونسجت فأجادت النسج والحبك، وأنا حقيقة من جمهور هذه الأديبة الرائعة، ويروق لي كل ما تكتبه. شكرا لك أستاذة عائشة. أستاذة عائشة، شكرا لك. أستميحك عذرا أستاذة فتحية، نأخذ دكتورة درية لأنها سوف تخرج الآن بسبب الاجتماع. نأخذ مداخلتها ونعود إليك. شكرا لك. دكتورة درية تفضلي. شكرا لك أستاذي منار. يعني بعتذر، يعني أنا دائما بتوقع بتخلص عادة 9:30، عشان هيك ارتبطت باجتماع 9:30. نعم، ولا أدري المتحدثين هذا المساء أخذوا وقتا طويلا أكثر من بس الوقت بالعكس المحدد. كانت تفضلي. مداخلات مهمة. يعني في الحقيقة أنا عملت قراءة يعني للرواية. طبعا هي يعني ممكن نقول رواية نوفيلا، رواية قصيرة، ولكن استطيع أن أقول أنه فيها أمور كثيرة. يعني الرواية عم تروي قصة امرأة تواجه مأساة داخلية عنيفة، وأنا بعتقد أنه ممكن يعني تعالج الرواية على المنهج النفسي. طبعا الماضي دائما هو حاضر عبر دائما ذكريات موشومة بجدار الذكريات. هلا صحيح الرواية الشخصيات قليلة، لكنها يعني محورية. وطبعا أكيد السرد قام على تقنيات استحضار الذات والمكان والتقطيع الزمني، مما عكس تجارب داخلية مكثفة في مساحة سردية اقتصادية. أنا أنطلق من عنوان الرواية القصر. القصر ليس مكانا فقط. يعني أعتقد الأستاذة عائشة ركزت على أمكنة، وأيضا الدكتورة رائدة. هو في الحقيقة ليس مكانا فقط، هو ربما مرآة لتجربة نفسية متراكمة. والقصر إذا يمكن درسناه سيميائيا، وأكيد دائما العنوان يعني يؤدي دائما له دور محوري في بناء الرواية. القصر
نحن نعرف عندما نقرأ كلمة القصر لابد أن يتبادر إلى ذهننا البذخ والسلطة، ولكن هنا العنوان أعتقد أنه يعني تجاوز هذا الأمر، لأنه أصبح يعبر أعتقد هو قصر، لكنه في الحقيقة هو تعبير عن عزلة البطلة الداخلية. هو يمكن سجن نفسي رمزي، يمكن كمان يمكن يخلينا نشوف رمز للسلطة، لأن هي سلطة القصر. هذا القصر هو الذي فرض عليها من قبل الزوج. طبعا أكيد الرواية تقوم على التركيز على الذاكرة وعلى الحنين، وكما قلنا قبل قليل أن الرواية لا تسير في خط زمني مستقيم، هي تنقلت من الحاضر إلى الماضي، وعبر الصراع الداخلي الذي كانت تعيشه البطلة، الذكريات التي كانت في داخلها. هذا التقطيع الزمني هو الذي يعني أسهم في تعزيز الجو النفسي للرواية واضطراب الشخصية. المكان أيضا كما ذكرنا قبل قليل بأنه يعكس يعني بحرف، يعني إذا أخذناه بحرفيته أو أخذناه برمزيته هو عم يعكس حالة النفس أو يحمل الدلالات الداخلية. وأكيد يعني استطاعت أستاذة أسماء أن توظف المكان بحسب البيئة الخليجية. بالشخصيات كما ذكرت قبل قليل الرواية محدودة الشخصيات، وطبعا هي يناسب الحجم الذي لديها. المهم أن الرواية استطاعت أن تعالج موضوعات متعددة، منها المرأة والهامش. أن طبعا هذه المرأة التي حوصرت في هذا القصر، وهو يمكن أن يرمز إلى هذا التقاليد وتقاليد المجتمع، وأصبحت مثقلة بهذا الماضي الذي تعيشه. هي تعاني من عملية اغتراب داخلي، لأنها يعني تعجز عن التواصل، تضيع بما يشبه بهذه المتاهة التي في داخلها. ويمكن هنا ساعد السرد أو المونولوج في النص على تصوير هذه الحالات. كما ذكرت أن الرواية يمكن أن تعالج وفق المنهج النفسي، ولكن ما بالرغم من أن الرواية هي تريد أن تعبر عن قضايا المرأة، لأنه نحن ليست فقط وارد. طبعا لاحظنا أنه البطولة في هذه الرواية إن كانت للطبيب أو اللي كانت لهذا الطبيب اللي هو أصبح هو الحبيب القديم، لكن الزوج كان مغيبا تماما في هذه الرواية. لم نلحظ معه سوى أنه قال لها أنك بنيت لك قصرا، يعني تعيشين في قصر، فكان مغيبا تماما. لا أدري إذا كانت الرواية قد حملت بالكثير من الأمور، يعني هي حاولت أن تربط بين الواقع الاجتماعي والواقع السياسي. ف كنت أرجو يعني هذا يسمح يمكن للكاتبة أسماء أن تجعل من الرواية غنية أكثر، يعني مش فقط إشارات إيحالات. لما أشارت إلى الكويت، أشارت إلى الجزيرة، إلى الصراع بين إيران والإمارات على الجزيرة، على جمال عبد الناصر. كان يمكن أن تغنيها أكثر، كان يمكن أن فعلا أن تكون يعني بشكل أعمق وتبرز هذا الصراع. لكن يبقى أنها رواية استطاعت أن تنقل صرخة للمرأة، رغبة في التغير، رغبة في التمرد، رغبة في الخروج من الواقع الذي يمكن أن نعيشه. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة درية. أستاذة فتحية تفضلي، ومن بعدها الدكتورة زرياف، ومن بعدها أستاذ جورج. تفضلي أستاذة فتحية. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. الحقيقة أنا قرأت الرواية واستمتعت بها جدا. الرواية يعني ثيمة الرواية ثيمة الحنين للماضي. امرأة مكتئبة حزينة مريضة نفسيا استطاعت يعني أخيرا أن تقتنع بفكرة الطب النفسي وتذهب إلى الطبيب النفسي، وحاولت من خلال الجلسات مع الطبيب أنها يعني تعطيني إشارات إلى أنها كانت في طريقها إلى التشافي. الرواية مكتوبة بلغة عفوية جدا،
لغة مباشرة بسيطة سلسة، فيها شاعرية وفيها شعرية أيضا، سواء من خلال الفقرات الشعرية اللي كتبتها من الكاتبة، أو بالنسبة للقصائد الشعر. جزء من قصيدة ليلى، قالوا ليلى في العراق مريضة، يعني أنها دخلت الشعر أو ضمنت نصها الشعر، سواء كان الشعر اللي من ابتكارها وإبداعها أو الشعر المحفوظ أو المخزن. لاحظت أن يعني لو فكرت في العتبة، عتبة العنوان أو في العنوان كعتبة أولى للنص، كلمة القصر يعني صحيح أن هي تحمل دلالات نفسية، أنه قصر، ولكن في حقيقته هو عبارة عن سجن. أنا تمنيت من الكاتبة أن تأخذني في جولة في هذا القصر، تبين لي القصر هذا يحتوي على شو. هل مجرد بس كلمة قصر؟ شو اتساع القصر، غرف القصر، أجواء القصر؟ حتى بالنسبة لأجزاء القصر هذا، هي فقط ذكرت لي عن غرفتها. حتى غرفتها أنا تمنيت أن هي تتكلم فيها عن مثلا إذا كانت مزينة جدرانها بلوحات، إذا كان سريرها من شيء معين، إذا كانت أرضيتها باردة أو كذا. يعني هي إنسانة تعيش الاغتراب النفسي، تعيش الحنين للماضي، لأن حاضرها بائس، حاضرها في حرمان من مشاعرها والعاطفة التي تحتاجها كأنثى. الشخصيات الحقيقة كانت كثيرة جدا، ولكن الشخصية البارزة فيها هي شخصية ورد. أنا تمنيت من الكاتبة أنها حتى تعطيني ملامح شخصية ورد. هي فقط بينت لي أن ورد مثقفة وأنها كاتبة وأنها هي تحدثت عن موضوعات كثيرة. أعطتني فكرة يعني عن خلفيتها أن هي مثقفة وأن هي كاتبة، لكن تمنيت أعرف عمر الكاتب، عمر الشخصية، ملامحها الخارجية، صفاتها، لبسها، يعني شيء من هذا القبيل. حتى بالنسبة للشخصيات الأخرى اللي يعني سحبتها معها، كانت شخصيات كثيرة، سواء بالنسبة للزوج، بالنسبة للأم، بالنسبة للصديقة رحاب. كل اللي عرفته عن الصديقة رحاب أنها عاشت طفولتها في الكويت، صديقتها روية، صديقتها زوينة. حبيت أنه يعني مدام أنه هي كاتبة رواية، أنها تغوص عموديا في هذه الشخصيات، حتى تكون فعلا الشخصيات غنية أكثر منها مجرد أن هي عرض. المعلومات اللي قدمتها لي كثيرة جدا، حسيت أن هي كثيرة جدا. الشيء الوحيد اللي أنا استفدت من هاي المعلومات أن عرفت أن هي إنسانة مثقفة. الحقيقة رواية ممتعة، رواية مشوقة. أنا قرأتها وهي قصيرة فعلا، أو يمكن حتى تكون قصة طويلة أكثر من أنها رواية قصيرة. استطعت أن أنهيها في جلستين، كل جلسة أخذت مني تقريبا ساعتين أو ساعتين، أقل من ساعتين. وفي نقطة مهمة جدا بالنسبة للرواية، فيها النكهة الإماراتية واضحة جدا، وفيها يعني النكهة الإماراتية تبين من أسماء الشخصيات، تبين من الأمكنة، أسماء الأمكنة، تبين من الأزياء، تبين من البحر، تبين من السوق القديم، تبين من بيت الحكمة، النصب التذكاري أو المكتبة الكبيرة في بيت الحكمة. تمنيت أن تعطيني فكرة أكبر عن شخصية الأم والأب والزوج، عشان أقدر أتعاطف معاها أكثر، وأقول أنه فعلا يعني ساجننها أكثر من أنه يعني دقيق في المواعيد، مواعيد الخروج والدخول. وشكرا جزيلا للأستاذة أسماء ولكم كلكم. ولك أستاذة فتحية. دكتورة زرياف تفضلي. أهلا وسهلا بعودتك، أنرتي هذا المساء. تفضلي دكتورة. مساء الخير للجميع. شكرا لك على هذا الاستقبال الجميل، وشكرا لجميع الجميلات المتحدثات. اليوم غلب الطابع النسائي في الحديث في بداية، وربما سأقف من حديث آخر يعني عند الحديث الأخير للأستاذة فتحية على ما أعتقد. أرجو أن لا أكون أخطأت في الاسم. صحيح. طبعا لن أضيف بالفعل على ما قالت. بالفعل هي وقفت على بعض المفاصل الجميلة جدا، أن الشخصيات في مثل هذا السرد الروائي الذي يتناول الجانب النفسي تحتاج
إلى الكثير من التفاصيل، ليس فقط كي أتعاطف أنا كقارئة مع هذه الشخصيات، وإنما حتى أستطيع أن أنظر أيضا أنا من دائرة خارج الإطار الروائي الذي تقدمت به الروائية. طبعا لن أزيد الكثير على ما تفضلت به الدكتورة رائدة والأستاذة عائشة والدكتورة درية، ولكن أريد فقط أن أختلف مع الأستاذة عائشة الذي كانت قد حملت بصورة إيجابية أن الرواية يعني حملت كل هذه المهمات الصعبة من التاريخ والنوستولوجي والقضايا مثل التبني وقضية العروبة وسواها وجائحة كورونا وغيرها. اسمحي لي أن أقول أن هذه ليست هي قضايا مطروحة داخل الرواية، وإنما هي عبارة عن بيئة محلية تطرحها أو تقدمها الروائية للحدث الروائي، لأنه لا يعني إن تناولتها في الطرح الروائي بأنها هي قضايا، بل هي محاولة لجعل الحدث الروائي الذي يناقش السلطة الأسرية وصراع الذات مع السلطة ضمن هذا الإطار، والذي تمكنت فيه الكاتبة طبعا بلغة بصراحة سردية بسيطة جدا، حاولت أن لا تقع فيها في المباشرة، ولكن أحيانا كان فيها الكثير من التقرير، يعني الجمل التقريرية التي إلى حد ما أقول أنها يعني خفضت من مستوى الرمز والاستعارة في مسألة مثلا القصر الذي يساوي المجتمع، السلطة، الأب، الزوجة إلى آخره، الجدران التي كانت مثلا تشير للقيود النفسية والاجتماعية، النافذة أو الممرات التي كانت تحاول أن توجد فيها مثلا رموز للخروج أو المحاولات يعني الخروج من الإطار. لن أزيد الكثير عما تفضلت به الأستاذات. شكرا لهذه الفرصة الجميلة، وشكرا لكاتبتنا الأستاذة أسماء، وشكرا للأستاذات اللواتي تفضلن أيضا بالكثير من العبق الجميل في هذا النقد الروائي. شكرا لك أستاذة منار على هذا الاستقبال للجميع، بارك الله بكم. ولك وشكرا على مداخلتك القيمة. أستاذ جورج تفضل. مساء الخير منتدى البحرين، مساء الخير أستاذة منار، مساء الخير الأستاذ عبد الحميد القائد، ومساء الخير جميع الحضور الكريم مع السيدة الروائية أسماء الزرعوني. بعض الملاحظات التي يعني استقيتها من خلال قراءتي لهذه الرواية هي أولا، وكما قال أحد الضيوف، رواية قصيرة لا تعدو 100 صفحة. بعض الأمور أرجو أن يتسع صدر الحضور الكريم لهذه الملاحظات، وربما تكون تساؤلات أيضا. الحب ممنوع وكذلك السفر، وفي بعض الأحيان هناك مزج بين الوطن والسياسة بهذه الرواية. المرأة مقهورة حتى في الزواج والنسل، حتى لو كان الرجل هو يعني الذي كان عقيما، فلا بأس من التجربة له والزواج أكثر من مرة. كما قلت حتى لو كان عقيما. لفت نظري أيضا كثرة ترداد كلمة المطاعم وأنواعها في كل صفحة أو صفحتين. كان هناك ذهاب إلى المطعم لتناول وجبة طعام. ربما هذا يكون يعني متنفس للمرأة المقهورة، وربما يكون أيضا أمور أخرى لا نعرفها، ولكن ما لاحظته هو كثرة ورود كلمة المطاعم في هذه الرواية. كذلك كما قلت يعني تحدث عن حرب الخليج ووصول الإمارات للمونديال، وكذلك تحدثت عن جمال عبد الناصر، ولفت نظري وهو أيضا شيء من الاستغراب أن بكت عندما، رغم أنه لا تعرفه لا جمال عبد الناصر، وهو الذي يفترض تكون مثقفة فيما بعد، عرفته من خلال فيلم، وهذا أيضا مستغرب جدا، من خلال فيلم ناصر أو شيء من هذا القبيل لأحمد زكي على ما أعتقد، ومن خلال رغبته كما بينت الروائية أو بطلة القصة أو الرواية
الرواية عن ناصر تحدثت عن رغبته بالوحدة، وكذلك تحدثت عن الطب النفسي وكيف يمكن أن يكون بديلا عن الدجالين الذين كانوا في ذلك الوقت. لفت نظري أيضا أنها كانت متزوجة ولكن كانت لها غرفتها الخاصة وسريرها الخاص. لماذا؟ هذا السؤال أيضا يطرح نفسه، وهو الذي كان يحبها ويعشقها ويغار عليها، ويسألها أيضا لماذا تأخرت، وهذا الشيء يعني ورد في الرواية. هي كانت تشعر بالوحدة، والفرق كبير بين الامتلاك والحب، فالامتلاك أنانية والحب تضحية. ربما يشتم المرء رائحات سيرة ذاتية وربما لا، ولكن كما قلت يشعر المرء بنبض الفاصل بين لقاء الطبيب بصديقه في أحد مطاعم كالعادة، كما قلت تكررت كثيرا كلمة مطاعم، وبين السرد الأصلي المتضمن قصة ورد. واستغرب ورود جملة ورد تتصل برحاب، يفترض أن تكون يعني الجملة بشكل آخر. يعني كان هناك بعض الأخطاء مثل يعني في الأخطاء اللغوية، ولكن هذا طبيعي أن يكون هناك بعض الأخطاء مثل كلمة لوحت بالتاء المفتوحة، وأيضا هناك 30 بين 30 وبين، هي الأفضل أن تكون بين 30. المهم هناك بعض الأخطاء، لكن كما قلت هذا الأمر طبيعي جدا. ولفت نظري أنها كانت تحب سعيد في طفولتها، ولكن أيضا أحبت الطبيب أحمد عندما كان صغيرا، وهذا لا يعني لم يرد حوله الكثير إلا في النهاية عندما يعني بين الطبيب أنه هو ذلك أحمد الذي كان صغيرا في تلك الفترة. ختاما كل الشكر والتقدير للأستاذة أسماء الزرعوني، والشكر الموصول لمنتدى البحرين ممثلا بالأستاذة منار والأستاذ عبد الحميد، ولكل الحضور الكريم من مبدعين ومبدعات أقول لهم شكرا جزيلا، ويعني أشكر المنتدى لإتاحة الفرصة لي. شكرا جزيلا. ولك أستاذ جورج، ولكل متداخل ومتداخلة تداخلوا هذه الليلة وحضروا معنا. أستاذة أسماء هل تسمعيني؟ أستاذة أسماء. نعم أستاذة منال، نسمع أسمع. صوتك الآن بعد أن بصراحة تحدثت الأصوات بصراحة والقلوب معها. تفضلي. كل من تحدث من دكتورة رائدة إلى أستاذ جورج، يعني بصراحة أنا شعرت أن كل واحد قرأ الرواية عاشها بحذافيره وكتب. يعني يمكن أنا استفدت أيضا من هذا النقد من الأخوة كلهم، يمكن وأيضا من فتحية اللي جعلتني يعني أفكر فعلا أني لو كنت كاتبة الرواية أو التفاصيل يكون حتى تكون الرواية أكبر. دكتورة درية صراحة أيضا كان لها حوار جميل أو تعليق جميل على الرواية، وأيضا دكتورة رائدة صراحة يعني خلتني أعيش معها كل اللحظات التي يعني تطرقت إليه عبر الرواية. فبالعكس أنا يعني استمتعت الليلة بأنني استمعت إلى شيء. أنا كتبت رواية كانت بسيطة فعلا أو صغيرة في الحجم، لكنني استمتعت بمداخلات الآخرين أو ما كتبوا عن الرواية. وشكرا طبعا للأستاذ عبد الحميد وعلى هذا الملتقى الرائع، وأيضا الأستاذة منار. فدائما إن شاء الله يعني نحن أيضا أنا الذي كتبت وأيضا النقاد الموجودين نتألم من الآخرين. بعض الأشياء تغيب عنا فعلا، لكن عندما نسمع إلى النقد البناء الذي أنا سمعته الليلة من الكل، فهذا أعطاني يعني دافع أكثر. وأنا حاليا أكتب رواية أخرى أني يعني أعيد ذاكرتي مع ما قيل هذه الليلة، حتى يمكن أتمكن من بعض الأشياء التي أو أطرق لبعض الأشياء التي فاتتني في هذه الرواية. وطبعا دائما مثل ما نقول الكامل الله سبحانه وتعالى، فدائما في يعني وحلو أن الواحد يناقش الرواية، يناقش ويتقبل ما يقولون عنه. ففعلا أنا تقبلت كل الذي قيل عن الرواية،
وطبعا مثل ما قلت سامحوني، أنا يعني يمكن ما صار لي ساعات طلعت من المستشفى والحمد لله، لكنني كنت شغوفة أن أسمع كل من يدلو بدلو على الرواية هذه، وأشكركم جدا. لك كل الشكر أستاذة أسماء، وحمد لله على سلامتك كذلك. الله أستاذة يسلمك. عائشة يبدو أنك تودين الحديث، طبعا تفضل. عائشة شيء آخر، وحتى نشرت ما كتبته يعني في إحدى مجلاتنا في الإمارات يعني. وطبعا إحنا دائما حميمية مع الأخت عائشة، وأنا أعتبرها أخت عزيزة. وأيضا ما كتبته يعني حول الرواية وما نشرته، أيضا نشرت ما كتبت عن الرواية هذه وقرأت أنا بإمعان. لكن كل واحد، كل ناقد أو كل كاتب أو كل من قرأ الرواية له وجهة نظر، وأنا أحترم هذه وجهة النظر للجميع. وأشكركم أنكم يعني قرأتوا وتداولتوا الرواية. يكفي حتى لو كان العدد 5 6، المهم الذين حضروا وقرأوا، وأنا استفدت والآخرين أيضا يمكن استفادوا من بعض ما قيل حول الرواية. أكيد. تفضل عائشة. تفضلي أستاذة عائشة، هل هناك ما تودين المشاركة به؟ هلا. تفضلي. والله ما في شيء آخر، ما شاء الله. يعني أحب أن أشكر الجميع، إضافات رائعة، استمتعنا جميعا. سعدت بمعرفة الدكتورة رائدة والدكتورة درياب والجميع، وربما أتت إشارة مني بالغلط، وجزاكم الله خير. شكرا لك. دكتور عبد الحكيم، تفضل. أهلا السلام وسهلا عليكم. بك. وعليكم السلام. السلام. مساكم الله بالخير جميعا، نحييكم جميعا بدون تخصيص، الأستاذة منار، الأستاذ عبد الحميد، الأستاذة أسماء، الدكتورة رائدة، الأستاذة عائشة، وجميع الحضور الكريم. أنا فقط حبيت أني أشكركم على هذه الجلسة اللطيفة الطيبة، وأعتذر أنني لظروف خاصة دخلت متأخرا ففاتتني مع الأسف مداخلة الدكتورة رائدة التي أكن لها كل تقدير، وقد التقينا في مؤتمر في سلطنة عمان العام الماضي، وإن شاء الله أستمع إلى التسجيل. أنا قرأت الرواية الأستاذة أسماء، رواياتها دائما يعني شيقة وجميلة وسلسة، مثل ما ذكرت إحدى المتداخلات أن الإنسان ينهيها في جلسة واحدة يعني. فقط حبيت أن أسلم على الجميع وأن أشكركم وأن أثبت حضوري فقط. جزاكم الله خير وسعدت بهذه الأمسية الجميلة. شكرا جزيلا. شكرا لك. تفضلي أستاذة أسماء، تفضلي. يعني بصراحة يعني أعتبر هذه قمة السعادة بالنسبة لي، أن من حاول أن يحضر هذه الندوة أو يناقش أو من قرأ روايتي، ففعلا يكون دائما للكاتب روح جميلة، أن يستمع للآخرين ماذا قالوا عن الرواية أو ماذا كتب عنها، أو الذي تأنى وأيضا قرأ الرواية. أنا أشكره جدا حتى لو لم يحضر هذه الأمسية، رغم أنها كانت أمسية رائعة، مش فقط لأنها روايتي، لكن لأن كانوا كل النقاد والمتداخلين رائعين واستمتعت فيها يعني. شكرا لك. أستاذ جورج، يبدو أنك كنت رافعا يدك. نعم، كنت فقط أريد أن أحيي الأستاذة أسماء الزرعوني على هذه الروح الطيبة التي تتقبل النقد كيفما كان، وهذا إن دل شيء فإنما يدل أولا على سمو الأخلاق، وثانيا على يعني رفعة وشموخ هذا المعرفي للأستاذة وأسماء. وأنا على ثقة أنها في مستقبل قريب ستكتب أفضل وأفضل وأفضل. أنا أيضا خاص وأكتب وأستفيد من كل النقد الذي وجه إلي، لأن غاية النقد هي النهوض والرقي والارتقاء. كل شكر، ويعني أتمنى لك كل التوفيق أستاذة أسماء الزرعوني، وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. دكتورة رائدة، كلمة أخيرة لك قبل أن أسلم المنصة لأستاذ عبد الحميد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة منار. الشكر لكل المداخلات التي أثرت هذه الرواية وجعلت لها مكانة كبيرة جدا
وشكرا للأستاذة أسماء لهذا الثراء المعرفي الذي والقدرة على تحمل الرأي الآخر. وشكرا للأستاذ عبد الحكيم لهذه التحية الصادقة النقية. وشكرا للأستاذ جوزيف للتحية. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا أستاذ عبد الحميد القائد، وشكرا لمنار. شكرا لك يا عزيزتي. أستاذ عبد الحميد، كلمة أخيرة ونختم بعدها، تفضل. شكرا للجميع المتداخلين ومقدمي الأوراق واحدا واحدا، ابتداء من الدكتورة الدرية والأستاذة عايشة والأستاذة عفوا جميع المتداخلين، يعني بما فيهم جورج ومجموعة يعني تتحدثوا. يعني مهمة النقد هو طبعا هي إلقاء الضوء على العمل بدون تحيز والابتعاد عن المجاملة. أنا أعتقد أستاذ أسماء أنت محظوظة الليلة، لأن روايتك نالت الكثير من المدح، وشيء طبيعي. يعني عندما يكتب إنسان عملا هناك أكيد دائما في نواقص. لما في عيون أخرى تنظر إلى الرواية تكتشف، مثل ما واحد يلعب شطرنج واللي قاعد يمه يشوف الثغرات. أحيانا نحن الكتاب لا نرى الثغرات. هنا تأتي مهمة النقد. شكرا لكم جميعا على هذه الندوة الممتعة. وأستاذة أسماء، تحية لك على روحك الرياضية. وأنا أعتقد كل ما قيل زاد من الرواية جمالا، يعني لم ينتقص أحد من المتعة التي تقدمها الرواية. هي ممتعة فعلا. فألف مبروك، وأكيد أعمالك القادمة سوف تكون أفضل وأفضل. طبعا كلنا أصدقاء هنا، وجئنا لنساعد بعضنا في القراءة الممتعة، والقراءة يعني التي يستطيع الإنسان أن يتلمس بعض النواقص اللي عنده. شكرا لكم جميعا على هذه الندوة، وشكرا للمتداخلين جميعا، وتصبحون على خير. في الختام، في القصر لا تنتهي الرحلة عند حواجز الجدران أو تقاليد المجتمع، بل تبدأ من هناك. يذكرنا القصر بصراع كل امرأة تبحث عن ذاتها وسط عواصف القيود، لا تمنح الحرية بسهولة. يذكرنا أن التحرر ليس مجرد مكان أو وقت، بل قرار ينبع من أعماق النفس، ويتطلب شجاعة مواجهة الواقع ورفض الاستسلام لصمت القهر. في النهاية تبقى أسئلة الحرية والهوية مفتوحة، تدعونا جميعا للتأمل والعمل من أجل عالم تعانق فيه الأرواح السماء بلا قيود. شكرا لكل من حضر معنا هذه الليلة. شكرا للمتحدثين، الناقدة الدكتورة رائدة العامري، والشاعرة الكاتبة عائشة العولقي، والأديبة الأستاذة أسماء الزرعوني، وللأستاذة فتحية النمر، وللأستاذ جورج، وللدكتورة زرياف، ولكل من تداخل معنا، وللدكتور عبد الحكيم، وللدكتورة درية، وكلكم فردا فردا من منتدى البحرين الإبداعي. نقول لكم إلى لقاء قادم بإذن الله، حيث يجمعنا القلم ويقودنا الإبداع. وعلى أمل تجدد اللقاء بكم، تمنياتي لكم بليلة سعيدة، وتصبحون على خير. إلى اللقاء، مع السلامة.